اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الفانتزي اللارع، والنهارده كلامنا هيكون عن الجوله العاشره. حلقه مجمعه هنحاول فيها نلخص كل حاجه هنحتاجها عن الجوله العاشره، نصايح فريقي، كباتن، كل حاجه هنلخصها في الجوله دي. للاسف مش هقدر انزل حلقه فريق لوحدها، بس هو يعني مش مفيش اي اختلافات كبيره قوي تستحق ان انا انزل الحلقه دي. لكن بعيد عن حلقه فريق اللي كنت بفكر فيها معاكم، هنعوضها في الاسبوع اللي جاي، لان الاسبوع ده كان مليان احداث كتيره مهمه جدا، فمش هنلحق نعملها الاسبوع ده. الحلقه دي بتنزل تحت ضغط كبير جدا بين الشغل وبين الماتشات اللي حصلت وبين الاحداث المهمه اللي حصلت خلال الاسبوع كله، من البالون دور اللي خدها رودري مش فينيسيوس، والاهلي اللي لاعب العين ولا عيونا ترى الا الالقاب، وحاجات كتيره جدا وماتشات مهمه، غير الاصابات اللي موجوده زي جابرييل وماكنيل اللي هنعمل فيهم ايه. كل ده هنتكلم عنه في حلقه النهارده. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك، علشان بجد التفاعل على الجوله التاسعه كان رهيب، وانا مش متوقع كل ده. انا عارف ان هم كانوا قليلين بالنسبه لكم، عدد ان هو يعدي 300 فيوز او نعدي ال 150 سبسكرايبرز ده قليل، لكن بالنسبه لنا عدد كبير جدا وانا مبسوط بيه قوي. وكملوا في كده، لان بجد دي حاجه بتخليني ان انا اقدر اكمل تاني واقدر اعمل فيديوز تانية وكل الكلام ده، لان بجد ادعموني، والموضوع بجد مش صعب، الموضوع كله دوسة زرار وشكرا. بس كده. قبل ما ندخل في حاجه برضو متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وغزه والقدس، كل الدول العربية، وربنا يحفظ أهلنا في لبنان والسودان وسوريا وليبيا وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله، ونحقق النصر عن قريب وننتهي بقى من الليلة دي إن شاء الله قريب جدا. خلينا ندخل في الحلقة ونشوف الجولة العاشرة على إيه، علشان اتخنقت ومش عارف أنسى اللي فات، لأن اللي فات حرفيا انا عمال اعدي واقول ومش عارف ايه. انا ما جبتش سهم اخضر تقريبا لحد دلوقتي غير في جولتين ثلاثه. انا متدمر متكحرت وهنتجه لاساليب تانية انا عمري ما شفتها قبل كده. ففي تحدي جاي رهيب جدا انا ما اعرفوش اصلا. اول حاجه هنتكلم عنها وهي تكرف مين. هننجز بسرعه في الحلقه دي علشان مفيش وقت بصراحه. اول حد تكرف له هو سولانكي من توتنهام. شكرا والله. لو هيلاعب الفيل الازرق وهيكسبوا، وانا متاكد لو الجن الازرق قال هيجيب 3 اجوان، مش هسيبه في فرقتي، ما ينفعش. سولانكي تعب جدا، سولانكي ما بقاش اصلا يشارك من ساعه اصابه سون، والدنيا بايظه، في حاجات كتيره قوي بايظه، مش قادرين في توتنهام يتعاملوا معاها هجوميا. هجوميا هم كويسين، واحد زي برانن جونسون اوكي تستحمله، واحد زي ماديسون معاه فاولات تستحمله، انما سولانكي ما معهوش اي حاجه ومش مضطر انك تكمل معاه. كلوزوفسكي نفس الكلام، ليه الاولويه عن سولانكي. انا شايف ان سولانكي خلاص وقته ابتدى يقل، ولسه اصلا ما خدش الفورمه بتاعته، ما وصلش لمنطقه كويسه جدا في توتنهام ان هو يقدر يدخل فريقي. كنت شايف في الاول كده لان هو قد في كذا جوله ورا بعض، لكن من ساعه جولتين ثلاثه ابتدى ان هو يهاه شويه ينزل تحت من المستوى بتاعه. فانا شايف انه كفايه عليه قوي كده بصراحه وشكرا. هنتكلم على دفاعين مهمين من اي فريق تبعهم. اول دفاع وهو دفاع السيتي كله، حتى بريكو لويس، كل حاجه، حتى لو هتقعدوا دكه بيعه، هات في ناس ارخص منه 4 مليون، ولو كده مش هتلاعب حد، هو كده مش هيجيب لك نقط، فهات حارس هات مدافع رخيص قصدي، وحطه خلاص في الدفاع والدكه وريح دماغك، وهو معاك فلوس اهون هتريح دماغك من بجد. لان في فيسه بيحصل، في حاجات غريبه بتحصل انا مش فاهمها، في ليله بتحصل يا جدعان، ما ينفعش نقط تتجمع مره واحده. الجوله اللي فاتت انا تشكيلتي ما كانش في تقريبا حد بره ماتشه صعب، كله بيلعب حلو، خط النص كله كان مظبوط، الهجوم كان مظبوط، الدفاع كان مظبوط، كل حاجه، وبرضه وقعت. فانا ما بقتش فاهمها، هي اللعبه ما بقتش مفهومه من ساعه ما عملوا قوانين جديده، ومن ساعه ما قعدوا لا مؤاخذه يليسوا فيها، الدنيا باظت خالص. مفيش الكلام ده، انا مش عارف اجيب يا جدعان. يعني انا اللي بخلص 60,000 الموسم اللي فات، و50,000 الموسم اللي قبله، و120,000 الموسم اللي قبله، واول موسم اللي خلصته 70,000. ايه ده منظر واحد مخلص 70 و60 و50 الف، ما الكلام ده ما ياكلش عيش والله. بس ماشي، ده بالنسبه لتاني واحد وهو دفاع السيتي كله ايا كان هو ايه. تالت دفاع معانا هتبيعه برضه هو دفاع ليفربول، ما عدا واحد بس هو كوناتي ده اللي هتخليه معاك. ليه؟ رخيص
دي حاجه. الحاجه الثانيه اساسي. الحاجه الثالثه بيلعب ال 90 دقيقه كلهم. الحاجه الرابعه بيخش في الكور الارضيه وبيلعب بدماغه كويس جدا. فانا شايف ان كوناتي بس لو معاك خليه معاك. ارنولد، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوانسالا ولسه عندك الله يعينك، كيلير او اي حد من اليسون حتى لو رجع اساسي، كل دول بالسلامه. ريح دماغك لان بجد ما بقاش في وقت انك تقدر تفكر في حاجات تانية. خلاص يعني انت عديت 10 جولات، خلاص يعني انت باقي لك 24 جولة جاية. انت محتاج تركز بقى علشان تعلى اكتر، حتى لو هتعلى بالتدريجي واحدة واحدة تعرف توصل لمكان كويس انت تقدر تحققه. انما لو هتفضل بالشكل ده لا، فكر في ريسكات بقى وديفرنشالز على الاقل في الدور الاول لحد ما تخلصه بشكل كويس، على الاقل مليون 2 مليون تعرف تعلى في الدور الثاني. انما بالمنظر ده انت مش هتحقق اي حاجة لو الفريق بتاعك واقع عموما زيي. هل الفريق بتاعي واقع؟ ما اعتقدش والله. يعني انا ما فيش حاجه في ايدي اعملها. لعيبه حلوه وجبتها، لعيبه وحشه وجبتها برضو، لعيبه بتجيب اجوان وجبتها، لعيبه ما بتجيبش اجوان وجبتها. كل حاجه انا عملتها ومش عارف اعمل ايه. يعني قدر ان الجوله وحشه. حلو، فاعمل سبسكرايب ولايك واتفرج على الفيديو للاخر. وحياة امك يا اخي انا مش عارف الاقيها منك ولا من اليوتيوب ولا من اللعبه. ارجوك ساعدني على الاقل مهون عليا شويه ان الاهلي كسب. رابع واحد تبيعه هو لويس دياز. لويس دياز شكرا، جاكبو هيقعد يروتيشن معاه ايا كان، حتى لو هيلعب ويجيب اجوان بره. هو مفيش غير صلاح في ليفربول والله بالفرقه دي كلها يا جدعان وشكرا. ولا حتى كيزا اللي جه جديد قلنا هيعمل حاجه. ليفربول حلوه ككومبو يعني كتيم هم حلو، كلاعب تقدر تجيبه في الفانتسي حلو. وغير صلاح الكلام ده بعيد عن صلاح، انا شايف مفيش اي حد يقدر يلعب زي صلاح من ليفربول ويجيب اجوان برضه. مفيش ولا جوتا ولا لويس دياز ولا اي حد ولا الجن الازرق والله. خلاص كده هي خلصت بصراحه. تاني فقره معانا وهي تجيب مين. واول واحد معانا وهو راؤول خيمينيز من فولهام. ما حققش حاجه الجوله اللي فاتت وكنت مستني منه افضل من كده. الواد لعب بصراحه ضيع هجمتين او الثالثه وكان بيأدي في الجولات اللي قبلها، ولسه ماتشاته اللي جايه كويسه وقدام الفرق الكبيره بيجيب وقدام الفرق الصغيره بيجيب. ماتشاته اللي جايه مش السهله لكنها مش الصعبه، وفولهام هجوميا مركز جدا ومستقر جدا، فنقدر ان احنا نجيب منه راؤول خيمينيز وكده كده ما بقتش فارقه. فلو خذلك خير وبركه، ما خذلكش برضه خير وبركه، هي كده كده ميت وكده ميت. ف ريح دماغك وهات اللي على كيفك وما تتعبش بالك. تاني لاعب معانا تجيبه بديل الدفاعات اللي احنا قلناها دي كلها وهو ايات نوري. رايان ايات نوري من ولفرهامبتون. مش بيحقق كلين شيت وممكن يحقق كلين شيت الله اعلم. ماتشاته اللي جايه مش اصعب حاجه لكن مشاركاته الهجوميه تحفه. الواد رهيب، الواد من الاخر اجوان تاخد، اسيستات تاخد، كل حاجه هتاخدها منه، كل حاجه بجد. الواد ايات نوري من احلى الباكات والجناحات والوينجات وكل حاجه انا شفتها. الواد بيقدم كل حاجه مطلوبه، كل عامل زي جونسون اللي هو كان في فولهام، مش فاكر اسمه والله يعني هو ده ولا لا، بس هو كان الباك تقريبا باك ليفت فولهام، رهيب. كان من الاخر برضه هو عامل زيه كده، بس دلوقتي بقى له 5 جولات مستقر، فاعتقد ان هو هيفضل مكمل على كده. ولو ما كملش فهو 4.5 برضه انت مش خسران حاجه. زي ما قلت لك انت كده ميت وكده ميت، فرح دماغك وريح بالك وهات اللي انت عايزه وخلاص. بدلاء بقى خط النص بالترتيب لو انت عايز تبيع حد في خط النص وتجيب حد مكانه. اول واحد بالترتيب وهو امبويمو. تاني واحد جونسون من براين جونسون من توتنهام. براين جونسون ماتشاته اللي جايه سهله والواد بيأدي وبيخش جوه 18 كتير وبيلعب كتير وبيلعب الماتش لاخره، فبراين جونسون مهم جدا وماتشاته سهله. تالت واحد معانا وهو ماكنيل. لما تتاكد من اصابته، لو هو هيلعب هاته، لو مش هيلعب اتقل عليه شويه الجوله دي بس لحد ما تتاكد ان هو رجع تمام وشارك في جزء من الماتش على الاقل، او ما شاركش او كان على الدكه تقدر تجيبه ساعتها. رابع واحد معانا والاخير وهو روجرز من استون فيلا. مقبول ونوعا ما كويس وبقاله فتره بيجيب شويه وشويه لا، بس هو شغال وسعره حلو وحنين يعني. طيب تكابتن مين بعد صلاح وهالاند؟ وسيبك بقى من الكلام ده كله، لو واقع في الترتيب زي حالاتي يعني مش عايز تكابتن حد غير صلاح وهالاند، كابتن على 2 راؤول خيمينيز. ده واحد هيلاعب برينتفورد هوم، وبرينتفورد مش بتجيب كلين شيتس والدنيا عندها صعبه والدنيا متأزمه. ده اول حاجه في راؤول خيمينيز. تاني حاجه وهو كالفرت لوين من ايفرتون، لكن ركز بقى في الحاله دي، هيلاعب ساوثهامبتون بره ارضه، دي حاجه. الحاجه التانيه ان هو كمان
ماكنيل مش موجود، فاللي هيصنع له مش موجود، وحتى لو ما صنعش ففي فارق، في حته فاضيه. فانت خلي بالك من الحته دي. لو ماكنيل اساسي انا شايف روح كابتن على طول حد من الاثنين دول، يا اما راؤول خيمينيز يا اما كالفيرت لوين. ده لو انت واقع في الترتيب. لو انت عايز تضمن ترتيب كويس، هالاند او صلاح. وانا شايف صلاح بصراحه. روح بقى مع صلاح الجولتين 3 دول هم بتوع بصراحه، لحد ما نلاقي هالاند فاق وروح هات هالاند براحتك. بس دي حاجه. انا شايف برضو انك تكون هادي في تبديلاتك، تغييراتك، كل حاجه تكون بسيطه. اهدى كده، ما تعملش اي حاجه جديده. فريق الجوله دي هو ما فيهوش جديد. كل فريق اللي كان موجود الجوله اللي فاتت، لو ما اتفرجتش على الحلقه اتفرج عليها، شوف بس منها الصوره بتاعت تشكيلتي، وهتلاقي مكانها ان انا بعت سولانكي ورحت جبت راؤول خيمينيز بس. وبصراحه في الكابتنه انا بحاول ان انا يعني محتار في الكابتنه بين 4 لعيبه اللي انا قلتهم: صلاح، هالاند، راؤول خيمينيز، وكالفرت لوين، والفرق بتاعتهم كلها ايا كان هم مين. فانا محتار في ان انا ممكن اكابتن راؤول خيمينيز الجوله دي، بمناسبه ان انا في الرانك واقع. هلاعب برينتفورد دفاعيا مش احسن حاجه، ما خدوش كلين شيت تقريبا طول الموسم لحد دلوقتي، بس فليكن موجود، فانا ما اعرفش، ما اقدرش اعرف. لكن راؤول خيمينيز يسجل عادي جدا يعني هو الجوله اللي فاتت ضيع كورتين، الدنيا لذيذه، وكان ماتش مش صعب، مش سهل شويه يعني. لكن انا شايف ان راؤول خيمينيز مهم جدا 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 جدا، وخيار كابتنه ممكن، او والله انا بفكر فيها ودلوقتي وانا معاكم انا مكابتن راؤول خيمينيز، يعني انا جبته وكابتنته. فيعني يا رب اتمنى ان ما يحصلش اي مشكله والدنيا تمشي زي الفل. دي كانت حلقه لذيذه سريعه بسيطه. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك بالله عليكم وشدوا الدنيا. يعني حتى انا ما رضيتش ما نزلش حلقه والله، يعني جيت على نفسي شويه وحتى خلصت الشغل ورجعت صورت الفيديو. ف ظبطونا كده لايكاتكم وسبسكرايباتكم وفعل جرساتكم والحاجات دي كلها. وبس اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد وجوله جديده ما يعلم بها الا ربنا. كان معكم الينو من قناه لارا. اشوفكم حلقه جديده. سلام.